يسمح لنا نظام التشغيل Windows XP بعرض الرموز Icons داخل النوافذ بعدة طرق، وفي هذا الجزء سوف نقوم بالتعرف على جميع طرق العرض المتاحة. ويمكن الوصول إلى طرق العرض عن طريق فتح القائمة المنسدلة View واختيار أي من طرق العرض الموجودة بهذا الجزء، أو بالضغط على المفتاح Views من شريط الأدوات Standard Buttons، ثم نختار طريقة العرض التي نريدها من هذه القائمة. وتستخدم طريقة العرض Thumbnails لاستعراض ملفات الصور والفيديو والملفات HTML بدون الحاجة إلى فتح هذه الملفات، وذلك لسرعة الوصول إلى الصورة أو ملف الفيديو أو الملف HTML الذي نريده مباشرة. فباختيار طريقة العرض Thumbnails يتم عرض رموز الملفات والمجلدات في مساحة أكبر داخل الجزء Details، ويتم استبدال الرمز الخاص بملفات الصور ليصبح صورة مصغرة من ملف الصورة نفسه، كما يتم عرض أول لقطة من ملفات الفيديو بدلا من رمز الملف. ونلاحظ أنه لا يمكننا التمييز بين ملف الصورة وملف الفيديو، وذلك نظرا لأنه يتم عرض كل من الملفين كصورة. ويمكننا التمييز بين ملفات الصورة والفيديو بدون فتحها عن طريق امتدادها كما تعرفنا من قبل، ويتم ذلك عن طريق إظهار امتداد الملفات أو بتحريك مؤشر الماوس على الصورة الخاصة بالملف فيظهر المربع Screen Tab ويظهر به نوع الملف بالإضافة إلى بيانات أخرى. فبتحريك مؤشر الماوس على هذه الصورة يظهر نوع الملف وهو عبارة عن صورة من نوع JPG، وبتحريك مؤشر الماوس على هذه الصورة يظهر نوع هذا الملف وهو عبارة عن ملف فيديو كليب. وفي هذه الطريقة للعرض نلاحظ أن رموز بعض المجلدات يظهر عليها عدة صور، وهي عبارة عن صور مصغرة لبعض ملفات الصور أو لقطات الفيديو الموجودة داخل هذه المجلدات، وذلك لتسهيل التعرف على محتويات هذه المجلدات. ويمكننا تغيير الصور التي تظهر على رمز المجلد إلى أي صورة أخرى كما تعرفنا في الأجزاء السابقة. وباختيار طريقة العرض Tiles يتم عرض الرموز بشكل ايكونز داخل النافذة بحجم كبير، ويتم عرض البيانات الأساسية عن كل ملف مثل حجمه ونوعه يسار رمز الملف، كما يتم ترتيب الملفات أفقيا أي من اليسار إلى اليمين. أما طريقة العرض ايكونز فتعمل على تصغير الرموز وتقليل المسافات الفاصلة بينها مع عدم وجود أي تفاصيل، وتستخدم هذه الطريقة عندما نريد عرض مجموعة كبيرة من الملفات داخل النافذة. أما طريقة العرض ليست فتعمل على تصغير الرموز بدرجة أكبر من طريقة العرض ايكونز، كما يتم ترتيب الملفات داخل هذه الطريقة رأسيا أي من أعلى إلى أسفل. أما طريقة العرض Details فتستخدم للحصول على بيانات إضافية عن الملفات والمجلدات، فباختيار هذه الطريقة تظهر عدة أعمدة إضافية تحتوي على بعض المعلومات عن الملفات والمجلدات، مثل الحجم Size وهو خاص بإظهار حجم الملفات فقط، والنوع Type، وتاريخ آخر تعديل Date Modified. ونلاحظ أن العمود Name لونه مختلف عن باقي الأعمدة، وهذا يعني أن هذا العمود هو العمود المستخدم في عملية الترتيب، أي أنه يتم ترتيب العناصر ترتيبا أبجديا حسب الاسم، بحيث يتم عرض المجلدات أولا وتليها الملفات. ويوجد بجانب اسم العمود سهم صغير يشير إلى أعلى، وهذا يعني أنه تم ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا من A إلى Z. ولعكس الترتيب المستخدم نضغط على الشريط نيم بأعلى العمود فيتم عكس الترتيب ليصبح من Z إلى A. ولترتيب العناصر حسب حجم الملفات من الأصغر إلى الأكبر يتم الضغط على الشريط Size، وبالضغط على هذا الشريط مرة أخرى يتم عكس الترتيب من الأكبر إلى الأصغر. ويمكننا عمل ترتيب للعناصر باستخدام أي عمود من هذه الأعمدة بنفس الطريقة، ويمكننا إظهار أو إخفاء الأعمدة التي نريدها داخل النافذة، كما يمكننا ترتيب هذه الأعمدة. فإذا أردنا على سبيل المثال إضافة عمود خاص بتاريخ إنشاء الملف، نفتح القائمة المنسدلة View ونختار Choose Details، فيتم فتح المربع الحواري Choose Details، حيث يمكننا اختيار العمود الذي نريد إضافته من الجزء Details، فنقوم باختيار Date Created. كما يمكن ترتيب الأعمدة داخل النافذة، وذلك باختيار العمود الذي نريد تغيير ترتيبه، ثم نستخدم المفاتيح Move Up و Move Down
لتغيير الترتيب. ولإضافة العمود الذي قمنا باختياره إلى النافذة نضغط على المفتاح OK، فيتم إضافة العمود داخل النافذة. كما يمكننا حذف أو إضافة الأعمدة باستخدام القائمة المختصرة. فلحذف العمود Delete Created من النافذة فنقوم بالضغط بمفتاح الماوس الأيمن في أي موضع داخل هذا الشريط، فتظهر قائمة بالأعمدة التي يمكن إضافتها داخل هذه النافذة، ونلاحظ ظهور علامة صح يسار الأعمدة الحالية الظاهرة داخل النافذة، فنقوم باختيار Delete Created فيتم حذفه من النافذة. كما يمكننا تغيير ترتيب الأعمدة داخل النافذة عن طريق الضغط مع السحب لشريط العنوان الخاص بالعمود إلى الموضع الذي نريده.